السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. حبايب قلبي وحشتوني جدا جدا جدا، ربنا يخليكم لي يا رب، ما تحرمش منكم ابدا وتفضلوا تاج على راسه ونعمة في حياة العمر بحاله. ربنا يبارك في اعماركم جميعا ويخليكم يا رب. طبعا غايبة عليكم من زمان، اليومين يومين شغل يا جماعة كتير، شغل فيهم كتير. ربنا يفتح علينا وعليكم ابواب الرزق المقفولة ان شاء الله رب العالمين، وربنا يعيننا ويعينكم اللهم امين، ويصلح حال ولادنا وولادكم ويرزقنا برزقهم اللهم امين يا رب العالمين. اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، وصلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وادعوا لجوز عمته بالرحمه والمغفره ومنتي ربنا يرحمهم جميعا ويرحم امتنا وامه المسلمين جميعا. النهارده جاي لكم فيديو جديد. النهارده بصوا يا جماعه، احنا خلاص كده عدنا بنلم في قرايه الرز، تمام؟ دول جيراننا بيضموا الرز. طبعا كل حاجه عادت مميكنه، يعني بالمكن والبابور، يعني البابور واقف بالمقطوره والمكنه بتلمه بتضم الرز. بتضم الرز وتعبيه في بطنها كده، في صندوق في بطنها كده، وبعدين بتمشي اللي عند المقطوره، والمقطوره بتاخده على الجران وبنفرده بقى. صلى على النبي. ده الموضوع يعني بصوا مختلف عن ما كنت صغيره. كان ايام ننتي الله يرحمها، بصوا كانوا بيضموا الرز ده بالشراشر يا جماعه، ويجيبوه يحطوه على مفرش كبير، ويجيبوا في الجرن قدام البيوت ويحطوه على مفرش كبير، ويردوا ويرصوا عقاد الرز دي. كان بيعملوه ربط كده، وبعدين يجي البابور يفضل يلف عليه. كنا نركب بقى على البابور دي يلف عليه ساعتين 3 يعني زي ما يلف، وبعدين يجي رجاله يمسكوا القش ينفضوه، وبعدين يجي تاني البابور يلف عليه، وبعدين برضو ينضفوا القش، ينفضوا القش حلو قوي. وبعدين تيجي مكن مش عارفه اسمها مكن ايه، مكن ضراوه، مكن ما يعني كانوا بقى بينفضوا الرز ده بقى. انا نسيت اسمها والله، بس انا كنت فاكراها زي دلوقتي كده، علشان كنت فاكره وانا صغيره كانت فردة حلق ليا وقعت ومش لاقيناها واحنا بنعمل الرز ده قدام الجرن بتاع نيتي الله يرحمها. فكان والله العظيم كان كل حاجه لها طعم، وكل حاجه كانت العيشه لها طعم. حتى كانت الديون ما كانتش كتيره كده، ما كانش الالتزامات، ما كانش في نت، ما كانش في موبايلات. كان من نادر يا جماعه لما تلاقوا تليفون وتليفون ارضي بس في البيوت. وبعدين ايه جبال التمدن بقى والتحضر دي بعدها بشويه. بس تصدقوا بالله التكنولوجيا اجت بهمها، بقرفها، بتعبها، بقله البركه. احنا يعني مش هنقول مثلا لا احنا لا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. الحاجات الحديثة يعني احنا ما نستغناش عن الحاجات الحديثة وريحتنا، بس والله على قد ما ريحتنا على قد ما جابت لنا التعب وسكنت في جسمنا التعب. ربنا يعيننا ويقوينا ويعين كل واحد على حاله اللهم امين يا رب العالمين. طبعا ده كده فيديو للرز اهوت، زي ما حضراتكم شايفين حصاد الرز عندنا في الارياف مختلف تماما. وكل سنة المرة الجاية على فكرة هتتلاقوا يمكن اقول يطلعوا الرز من الارض على الخزينة على طول. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك اللهم امين يا رب العالمين. بالنسبة لحصل للمدرسين الثانوية العامة، بس صدقوني الموضوع كان مرهق جدا على اولياء الامور، والله العظيم كان مرهق لابعد درجه ممكن اي حد يتصورها. انتوا يا المدرسين فتحتوا لنا باب الحجز، يعني احنا كان لازم نحجز لاولادنا، وممنوع العيل يدخل او الطالب او الطالبه يدخلوا من غير حجز. يعني تعبتونا فعلا، فانتوا زعلانين دلوقتي. طب كنتوا راعونا احنا كاولياء امور، كنتوا راعونا قبل ما تدخلوا على الموضوع ده. اللهم لا شماتة، والله انا زعلانه على خراب بيوتكم، بس كنتوا ارحمونا، لان من رحم يرحم. كنتوا ارحمونا بدل ما اللي مش معاه كان بيستلف وكانت يعني كانت ايام ما يعلم بها الا ربنا. فيعني انا ربك بالمرصاد. ابني بيلعب اهو يا جماعه، عمال يتفرج واخته بتصور. وادي حصاد الرز عندنا. كل سنه وانتم طيبين يا رب، وربنا يديمكم نعمه في حياته، وربنا يخليكم ليا اللهم امين يا رب العالمين، ويزيدكم من فضله ومن نعيم. وشكرا لكل متابعين الجميله اللي بيسالوا عليا، بشكركم جدا جدا جدا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.